اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عاملين ايه الاخبار؟ شكرا جدا على الكومنتات اللي جات لي الحلقه اللي فاتت، اتمنى ان الحلقه دي كمان تعجبكم. بالحق كان في كومنت جالي الحلقه اللي فاتت من احمد صديق بيقول لي انت ازاي بتقول ان يوسف جوكر مبطل من سنتين وانت قلت على تراك تفاح ان هو قوي جدا، تراك غمري الكلب بتاعه حلو جدا. ده حقيقي انا فعلا قلت كده، فعلا تراك تفاح قوي جدا، بس يوسف جوكر عنده تراكات قويه جدا. احنا قلنا ان تراك تفاح ده حلو وهو فعلا حلو وقوي، بس انا قلت ساعتها برضو ان مش ده اللي الناس مستنياه منه، الناس كانت مستنيه حاجه تانية. وفي نفس الوقت على تراك غمري انا قلت ان التراك مش حلو، بس كل حاجه في التراك حلوه ما عدا الفكره اللي هو بيغنيها. والتراكين دول مش دول التراكين اللي بيقولوا ان يوسف جوكر غاب سنتين عشان يرجع بيهم. وعلى فكره انا في نفس الفيديو ده قلت ان يوسف جوكر مش محتاج يثبت نفسه في التوبيكات، فهو ده اللي انا قلته عن تراك يوسف جوكر. في تراك اسمه فلان انا سمعته بالصدفه، تعبان ده اسمه 01. عارف بس مش قادر، شايف بس مش حاضر، حاسس بس مش لاقي كلام. التراك ده عجبني جدا، هي بس مشكلته الوحيده ان الدروب كانت عاليه بزياده يعني، لكن التراك كله عموما انا عاجبني الجو وعجبني الدنيا بتاعته جدا بصراحه. وفي حاجه عموما عايز اوضحها، ان انا مش برنامج راب بس، مش برنامج راب بس، اي حد بيغني، اي حد بيعمل مزيكا، اي حد بيرقص، اي حد بيمثل يبعت لي وانا هشغله عندي هنا في البرنامج. يلا بينا نبدا ونشوف الحلقه. ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، شير، تفعل الجرس. يلا بينا نشوف الحلقه بتتكلم عن ايه. خلينا بقى نشوف اخبار الاندر جراوند وايه اللي حصل في الاندر جراوند. عندك اول حاجه طبعا كايروكي نزل الالبوم بتاعه. الالبوم كان عباره عن 9 اغاني، اغنيه البطه السوداء. الالبوم قوي جدا على فكره، كمزيكا وكاغاني. كان لك معايا اغنيه دي خطيره، خد بالباقي الباقي. الاغنيه دي تحفه نار كده. في كلام ان هم ممكن يبقى عندهم حفله في الشهر الجاي، انا باشا طبعا. عندك تاني حاجه حصلت، محمد رمضان نزل اغنيه اسمها فيروس. بمناسبه محمد رمضان ناس شادي سرور نزل تويتايه وقال لك انا هدسك يا محمد رمضان. انا مش فاهم شادي سرور بيعمل ايه، هو عايز يرجع اسمه باي طريقه باي شكل يعني. انت مش واخد بالك ان في واحد اسمه فرغلي تحت عمال يكتب لك كومنتات وهموتك لو انت، او هخليك تنتحر وانت بتقول ريبورت على الاكونت بتاعه يعني. فاهم بيقول لك عاركني وكده، ما تشوف الكلام رايح لفين. انت خليك في الحته بتاعتك، انت ليك ناس معينه بتحب تتابع تحب تتفرج عليك، خليك في الجنب بتاعك يعني. ما خلاص يعني، ما تقعدش تقول بقى، ما تقعدش بقى تقفلم وتافور، وانا ما تقعدش تعظم في نفسك وفي اللي عندك وبتاع. ما انت برضو عندك وانت عندك اغنيه برضو بتقعد تتكلم فيها عن اللي عندك. انت مش عبد الله الفقير يعني، احنا فاهمين اللي فيها. نيجي موضوع غريب جدا انا ما بفهموش، اللي هو بتاع شيرين عبد الوهاب. شيرين من فتره كانت طلعت واتريقت وقالت ان اللي جاي ده بتاع تامر حسني وحماقي، والتاني ده خلاص راحت عليه عمرو دياب يعني. احنا فاهمين طبعا، كلنا فاكرين بقى جمهور عمرو دياب قعد يتريق قد ايه على 20 ساعتها. موضوع بقى كده احنا قلنا عادي يعني، غلطه مسرح وهي كانت سكرانه والدنيا وقشطه يعني. جاب بعديها في حفله ثانيه قالت لك الميه والبلهارسيا، وما شافش من ميه النيل اللي فيها بلهارسيا. راحت تونس وقالت لك انا ابني بيقول على تونس بقدونس، مش فاهم تمام. جات لك برده من يومين في حفله في البحرين، هنا الواحد يتكلم براحته عشان اللي بيتكلم هناك بيتسجن. ده كلام يتقال في حفله؟ انا عايز افهم حد ايه فاهم ده كلام يتقال في حفله؟ بس ده معناه كده ان هي شيرين ضد الحكومه؟ ازاي دي كانت هي؟ فحلمت ان احنا كنا قاعدين في مجلس والرئيس بياكلنا عنب بس نازل منه عسل ابيض، العنب الابيض اللي هو الاصفر ده. محدش فاهم اي حاجه خالص. دي كانت اهم اخبار اندر جراوند اللي حصلت الاسبوع ده. ما اعتقدش ان في حاجه مهمه تانية فاتتنا يعني. نبقى بقى نشوف اخبار الراب سين حبيبنا. اول حاجه نبدا بالتراكات اللي نزلت. عندك اول حاجه حصلت، لورد هينزل تراك الاسبوع ده. لقبني ديفيد، بعمل الخطايا شير، دراكس مود لسعيد بير في مخك صوت هم فين اوفر دوز. لورد نزل التراك الاسبوع ده، تراك حلو مختلف عن اللي قبله، بس بصراحه الكليب التاني كان احلى من ده بكتير. طبعا ميكس وماستر ستريت ميوزك، مش محتاجين نقول كومنت عليها طبعا. عندك بعد كده ويجز نزل تراك مجانين عايشين في عالم حب ومخامير، هنخدرهم ونرقصهم زي نار البوابير، فوازير حلاش غير شيانين. تراك كان حلو جدا، احسن من اللي هو احسن من الفيت اللي كان عامله قبل ده. بعد كده عندك خيال نزل تراك جديد اسمه ولا شاغليني. تسألنيش ازاي عالسما انا مشيتك، المسي الشمس عادي مش هتحرق ايدك، النجوم دي غيرانة عشان بغنيلك، عارف دول مش شاغليني ولا شاغليني. التراك ده الالحان فيه جديده بالنسبه لتراكات خيال عموما، او المود بتاعه مود مختلف برضه. اخيرا يوسف جوكر رجع نزل تراك من الالبوم. صاحبي وعيلتي انا مش كويس
كويس انا مش في حالتي، ملغي كأني واخد مؤبد في اوضتي. حاجات اتمنيتها فقدت قيمتها، الناس اللي حبيتها بكسل اكلمها. شكلي القوي ده مجرد شكلي، لكن من جوه لو شفتها تزعل. هقرب الساعة التراك ده بقى فعلا يعتبر تراك قوي جدا. التراك ده هيعيشك في مود. اي نعم تحس ان هو ستايله قديم شويه وبتاع، بس تراك قوي جدا. يعني ده بالنسبه لي اول تراك في الالبوم الجديد. عندك بعد كده برضو الباتل زون رفع باتل. انا مش عارف اقول الباتل دي حلوه ولا وحشه، يعني انا مش عارف اقول مين يكسب مين يفشل، لان الباتل كان فيها عيوب كتير جدا. كان في مشكله في الاضاءه، التصوير، الصوت مش واضح في كلام كتير. الكلام ده ظالم الباتل، يعني حتى اللي دي لو باتل قويه فانت هتشوفها ضعيفه بسبب اللي بيحصل. من الناحيه الثانيه برضو، من الناحيه الثانيه راب اورداي رفع الباتل اللي هي بتاعت امير نشأت وكورسون. بالنسبه لي الباتل دي احسن من باتل كايل اللي فات. انا عن نفسي انا شايفها كانت متكافئه، بس انا بميل في كورسون اكتر، لان الراجل ده تعب. الراجل ده تعب جدا. تمام، اللي يشوف الاربع ساعات اللي فاتوا ويشوف دي هيعرف ان الراجل ده اتغير جدا جدا. دي كانت اهم الحاجات اللي حصلت واللي نزلت في الراب سين الفتره دي. نبدا بحوار دينيو وابي يوسف. دينيو خرج لايف اول امبارح وقعد يتكلم عن حقائق وحاجات حصلت بينه وبين ابي يوسف. رمى على دوشه برضه في كذا حاجه، ان هو دوشه قال عليه ابي يوسف ان هو معتوه ومجنون والكلام ده. المهم لقينا بعد كده دوشه قعد يشتم دينيو، وانت يا لامك كذا وانت ابن كذا وانت كذا وكذا 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 وكذا. مش عارف طبعا بقى دينيو عمال يرفع في ستوري طبعا تريقه على دوشه. اعتقد الموضوع ده بسبب ابو يوسف راح لدوشه، مش فاهم ايه اللي هيحصل. وعندك بعد كده برضو بخصوص دوشه برضو دخل برضو مع راب اورداي بره في صدام برضو، وقعد يشتم فيهم جامد جدا عشان خاطر مسحوا الباتل بتاعته هو بص عشان اكون صريح، دوشه لسه بتاعه ما بيعجبنيش، بس طبعا ده ما يمنعش ان دوشه تقيل جدا. بس فكره برضو ان الباتل اللي انت بتتكلم فيها دي، خلينا نكون منطقيين، دي ما كانتش باتل، دي كانت مسرحيه. يعني دي كانت مسرحيه. مش عارف برضو انت عايز توصل لايه، ما يعني اشتغل. علي ويزي كان عامل تراك مع مروان موسى ما رفعش التراك. تمام، انا مش عارف السبب ليه، يعني عشان هو خاطر ان هو كان حاطط على مروان موسى يعني في التراك والكلام ده، بس ده مش السبب. بس ده مش السبب، في سبب تاني، حاجه تانية ما نعرفهاش. يعني ان الاثنين ده بيغني حاجه وده بيغني حاجه، ما فيش مقارنه بين الاثنين، يعني عشان خاطر ده يحط على ده، يعني في الاخر ده العقل بيقول كده يعني. بس هي دي كانت اهم اخبار الراب بار اندر جراوند اللي حصلت الاسبوع ده. نبدا نشوف الحلقه بتاعتنا بتتكلم عن ايه. كل واحد فينا عنده عادات وتقاليد، في فرق كبير بين العادات وفي فرق كبير بين التقاليد. موضوع كبير، موضوع مش صغير. جرب كده تروح الشغل بتضحك، انا لو عملت كده ممكن المدير يخصم لي 3 ايام. انت جاي بتضحك مش عاجبني، تلاقي برضو صحابك كل زمايلك اللي في الشغل بيبصوا لك، ايه ده بيضحك، يا نهار اسود. خلي بالك برضو اللي بيحاول يغير العادات او بيحاول يغير طابع المكان اللي هو فيه ده بيبقى مشهور فيه، يعني ده بيتشهر. يعني كده العادات والتقاليد بتجيب شهره بالظبط. تمام، عندك مدام عفيف اللي ماسكه الختم، بدل مثلا ما تلففك المبنى كله تختم لك على طول وتعمل كده مع كل واحد يجي لها، تبقى هي مميزه كمان في شغلها ومشهوره. لا ايه ده، مثال في المزيكا في الحته بتاعتنا. شار موفرز مثلا، شار موفرز زمان كانوا بيغنوا عادي جدا وكانوا مع كايروكي زمان، بس لما انفصلوا وقدموا نوع جديد من المزيكا اللي هو قريب من نوع الجنجل، دلوقتي بقيت تسمعهم وقدموا حاجه غيروا الطبع اللي موجود هنا اللي احنا متعودين نسمعه. احمد كامل بس، احمد كامل بقاله 8 سنين بيغني راب، مشهور في مجال الراب، بس بقيت تشوفه في مكان تاني خالص لما غنى وغير الطبع اللي هو موجود عليه. فهو ده الموضوع. يعني لو غيرت الطبع والتقاليد بتاعت الناس، مشيت عكس الناس ومشيت وعملت حاجه مختلفه عن الناس متعوده تعملها، انا كده هتشهر وابقى 100 يا نهار اسود، عظمه. لا يا مان، الموضوع مش كده. انت ممكن تروح في داهيه. ازاي؟ ما انت لسه قال كده دلوقتي حالا. الموضوع مش انت تغير طبعك وتفرض طبعك على حواليك وتخلي حواليك يتقبلوا، لان كده كان الناس كلها بقت مميزه والدنيا خلاص بقى قشطه. يعني ممكن تحاول تغير طبعك وتغير المتعود اللي انت فيها وتيجي تقول يا ريت اللي جرى مكان. المستوعب اللي انا بتكلم فيه كوكب اليابان، قبيله اينو، الناس دي مثلا بتعبد الدببه بقى. الدببه بالنسبه لها بتقدسها جدا، اللي بحس ممكن يقتل الدبه وياخد راسها ويحطها على العصايه ويقعد يعبدها بقيه عمره. الموضوع ده كان في اجبار اصلا انك تعبد دبه، فانت لو ما عبدتش الدبه انت ممكن تسجن، ممكن تحاكم هناك في البلد، ممكن تقتل انت لو عملت كده. عندك مثلا في كوريا جنب اليابان كده شويه، انت لو كتبت بالقلم الاحمر هناك انت تروح في داهيه فيها. انت ممنوع منعا باتا ان انت تكتب بالقلم الاحمر فيها. مباحث الكوريه تيجي تعمل معاك غلط. في عندك الصين هناك عدد السكان بتاعهم رهيب كبير قوي. تخيل ان انت عشان تيجي تتقدم البنت اللي انت بتحبها يقولوا لك المهر بتاعها انت تروح تصطاد الدبان وتجمع دبان، وفي كلام ان انت ممكن تاكله.
ولو عملتش كده انك مش هتتجوزها خلاص، مش من نصيبك يا ابني، كل شيء اسمه دبان خلاص. في برضو حاجات لو انت عملتها تتكافئ عليها. عندك مثلا في روسيا يوم 12 سبتمبر، اليوم ده بيبقى فيه اجازه بين الراجل والست المتجوزين ويلعبوا حلبسه مع بعض، فاهم الفكره؟ واللي يخلف ولد فليه جايزه من الدوله عشان خاطر يزودوا عدد الذكور، عشان عدد الذكور هناك بيقل بسرعه. فهي دي الفكره، هو ده موضوع العادات والتقاليد. من ضمن العادات والطباع لازم تبقى موجوده فيك، تتفرج على الحلقات اللي فاتت وتاخد فكره عنها وتعمل اشتراك وتفعل الجرس وتدوس لايك. الحلقات اللي فاتت وتستنى من الاثنين الجاي في حلقه جديده مهمه جدا.